السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد مشاهدي مستمعي قناة مقال. إسبانيا وفرنسا ترفضان قرار المحكمة الأوروبية وتدعمان سيادة المغرب على صحرائه. تواجه محكمة العدل الأوروبية رفضا واسعا لقرارها الصادر اليوم بشأن الاتفاقيات المبرمة مع المغرب، بل إن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس خرج بتصريحات تتبرأ من هذا الحكم، وتجدد مدريد دعم السيادة المغربية على صحرائها، وهي رسالة قوية لقضاة المحكمة الذين أصدروا قرار حمل أحكاما تتجاوز المقررات والهيئات الأممية. وهكذا فقد جددت مدريد موقفها الداعم لسيادة المغرب على صحرائه. وفي هذا الصدد أشار وزير الخارجية إلى الرسالة التي بعث بها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى جلالة الملك. الباريس شدد على أن موقف إسبانيا ليس موقفا منعزلا، بل يندرج في إطار دينامية الدعم الدولي الذي عبرت عنه العديد من الدول الأوروبية حول العالم، ويستشهد في هذا الصدد برسالة الرئيس ماكرون التي تمت صياغتها بنفس العبارات: دعم لسيادة المغرب على صحرائه، فضلا عن إشارته إلى الموقف الذي أعربت عنه الدنمارك، وهي تصريحات تضع هذا القرار في تناقض مع المواقف الدبلوماسية لكبار الدول الأوروبية. حيث على المستوى الفرنسي جددت باريس اليوم الجمعة التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكاتها الاستثنائية مع المغرب وعزمها على مواصلة تعميقها، وذلك عقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وشددت وزارة أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسية في بيان على أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تكتسي في هذا الصدد طابعا استراتيجيا. وأبرز المصدر ذاته أن فرنسا التي أخذت علما بالأحكام الثلاثة التي أصدرتها محكمة العدل الأوروبية اليوم الجمعة أكدت أنها ستواصل العمل مع شركائها الأوروبيين لتعزيز مبادلاتهم خاصة الاقتصادية والحفاظ على مكتسبات الشراكة في إطار احترام القانون الدولي. وأضافت الخارجية الفرنسية أن فرنسا، وكما جاء ذلك في الرسائل التي وجهها رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، تظل عازمة بشكل خاص على مواكبة جهود المغرب للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء لفائدة الساكنة المحلية.